رجاوي في الغربة. كلمة صعيبة وقاصحة بالنسبة لشي رجاوي كان عايش معانا واليوم ما بقاش حدانا، يعني تفارق على المكانة. الغربة ماشي هي تخلي بلادك، الغربة هي تخلي اي حاجة كتبغيها. الحياة ظلمة، الراس كيجونغلي بالمشاكل وبعيد على الام ديالك وحبابك وخوتك، وبعيد حتى على الراجة، الحاجة الوحيدة اللي كتفاجئ عليك في هاد البلاد. ساعة ونص كتكون فرغتي فيها الطاقة ديالك في التشجيع، وكتحط قاع داكشي اللي عندك من الصوت في الغرفة باش تفرج تمشي، وتقدر تربح وتقدر تخسر. داكشي علاش الكورة، وداكشي علاش بالضبط الراجة. ولكن دابا راك انت بعيد، راك كتولي تتمنى تكون ما بين خوتك، تسيبورتي وعايش لا باسيون. ولكن واخا كنكونوا بعاد على الكورفا سود، هادشي ما كيمنعناش اننا نعيشوا الشغف الكروي ونعبروا على الحب بالفريق ديالنا. الرجاء بالنسبه لينا هي واحد الانرجي، هي واحد لا دروغ لما خديناش ما كنعرفوش نعيشو. نادي الشعب في اي دولة وفي اي قارة، عمرنا اختارنا نكونوا بعاد على الوطن، ولكن الظروف كتخليك تهاجر باش تقلب على فرص افضل في الدراسة ولا العمل، ومستعدين نضحيو على قبلها ونكونوا ديما من وراها. بالرغم من بعد المسافة في اي بلاصة كانت لعبة الرجاء جرادها هواجة، مستحيل تخلعنا لا ديستانس. عام على عام كتزاد تكبر الشعبية تاع الرجاء في قاع بقاع العالم. تعيش الرجاء، الحب الابدي اللي حنا جامي خوينا بها، وهي جامي طيحت بينا، ديما كتخلينا هازين راسنا. وملي كيسولك شي واحد على اشنو الفرقة اللي كتشجع وكتقول ليه الرجاء، كتحس براسك مفتخر بانك رجاوي، كتحس بواحد الهيبة والكاريزما خارجة من الترجاويات ديالك. يقدر ما يفهمناش اللي ما عمرو ما عاش معانا وجلس في المكانة. المظلوم نبغى يعرفنا ويشون معانا، عمرو ما